تعالى اقول لك ازاي تنسخ لعبه بيس بعد ما اللعبه اتحدثت وعملت شراكه مع الانمي بلو لوك. اللعبه بعد التحديث حصل مشكله في النسخ عن طريق برنامج اب كرونر. لما تيجي تنسخ اللعبه برنامج اب كرونر بعد التحديث ممكن يظهر لك بنسبه كبيره مشاكل كتيره وانت بتستنسخ، وهيقول لك منحه ماديه وحاجات كتيره كده بعد التحديث. فانا جاي النهارده اقول لك ايه حل المشاكل ديت وازاي تستنسخ اللعبه. اول حاجه رابط اب كرونر تحت في الوصف، هتلاقي رابط التحميل في الوصف، هتلاقي عندك نسختين. حمل اي نسخه انت عايزها وكمل معايا الفيديو. اول حاجه قبل ما نبدا اعمل لايك واشتراك في القناه عشان ده هيفرق معايا جدا، عايزين نوصل 2000 مشترك بقى في اسرع وقت. وحط الرايك في طريقك بقى وانت تحط اشتراك، يعني اي حاجه كامل عندك. اول حاجه تخش على برنامج اب كلونر، هتعمل بحث للتطبيق بيس اي فوتبول. ما انت شايف عندك استنساخ رقم، هتعمل مثلا عايز تعمل نسخه واحده تعمل رقم واحد، عايز تعمل نسختين هتعمل رقم واحد بعدين تستنسخ، بعدين تعمل رقم اتنين بعدين تستنسخ. هي دي طريقه انك تعمل كذا نسخه. انا هعمل معاكم نسخه واحده بس طبعا تقدر تعمل نسخ كتيره قوي. انا هعمل حاليا نسخه واحده واعمل حسنا. بعدها بقى عندك الاسم، اعمل الاسم اللي انت عايزه. نيجي بقى على الطريقه ازاي تخلي اللعبه تستنسخ من غير اي مشاكل. تنزل لاخر حاجه هتلاقي عندك خيار اسمه كلوزنج اوبشنز، تخش على الخيار ده وانت انت شايف قدامك كده حاجات انا مفعلها، ضروري انك تفعل الحاجات ديت. اول حاجه كلوزنج مود وسكيب وتجاهل التوقف الكلي. وهتنزل تحت هتلاقي برضك عندك حاجتين نو كيل وسيف مود. كل اللي عليك انك هتفعل الخمس حاجات دول، ضروري جدا انك تفعلهم. بعد ما تفعلهم تطلع وتعمل علامه صح اللي فوق ديت وتنسخ اللعبه بدون اي مشاكل. هتطول معاك شويه من حوالي دقيقه ل3 دقايق بس مش مشكله عادي، هي دي طبيعه الاستنساخ. اول ما اللعبه تكمل الناس تعمل نصب للتطبيق، هتضغط على الخيار ده بعدين هيظهر لك قايمه كده هتعمل فيها تثبيت. يبقى انت شايف كده انا حاليا اول ما ثبت اللعبه دخلت على اللعبه مش شغاله معايا. كل اللي عليك هتحتاج لتطبيق معين اسمه زد ارشيفر. التطبيق ده ضروري تحمله عشان تعرف تكمل معايا الفيديو. رابطه تلاقيه تحت في الوصف او في الكومنتات او في جروب التليجرام. بعد ما تحمل التطبيق تابع معايا. كل اللي عليك تدخل على التطبيق كده وتخش على اندرويد بعدين او بي بي، وهتنزل تحت كده تلاقي اللي عندك ملفين لكونامي. هتخش على اول ملف له اخره ام جي بي كونامي بي اي اس ام له اخره ام. تاخد الملفين دول نسخ كده وهتروح على الملف التاني اللي هو هيبقى عندك اخره او او ان اي حاجه، وهتعمل لاسك للملفات. ما انت شايف كده ملفات هتتنسخ معاك او تتنقل معاك للملف ده بتاع النسخه اللي احنا لسه عاملينها. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا لازم تعملها. هناخد كل ملف وهنعمل له اعاده تسميه. مش هنمسح اي حاجه غير اخر حرف، هنمسح اخر حرف. هنعمله مثلا نمسح الام، هي بره الملف عندنا كان اسمه او اخره او، هتعمل اخر الملف او، فانا عملته ان هنا في الفيديو، بس انت عندك تعمله او او ان على حسب الحرف الاخير اللي هيظهر لك الملف اللي بره. هتاخد الملفين تعمل فيهم نفس الحاجه عشان اللعبه تشتغل معاك. زي ما انت شايف كده اول ما انا عملت الملفين تخرج بقى وتخش على اللعبه وشوف اللعبه هتشتغل معاك ولا لا. انا حاليا بفتح معاكم اللعبه المنسوخه. ما انت شايف اللعبه بتفتح معايا تمام وكل حاجه ما فيهاش اي حاجه. انا ظاهر لي كده الرساله دي هتظهر لي رساله ان هو مفيش نت عشان انا حاليا قافل الواي فاي. انا حاليا مش فيش متوفر عندي نت، انا بعمل الفيديو ده وانا اصلا ما عنديش نت. فاللعبه هتشتغل معاك طول ما ظهر لك الرساله دي، حتى ظهر لي الرساله دي معنى كانها شغاله. طول ما ظهرت لك رساله كونامي باللون الاحمر معنى كده ان اللعبه شغاله معاك. طيب في ناس بعد ما بتنسخ اللعبه بيظهر لها مشاكل زي الشاشه السوداء مثلا، اللعبه مش تنسخ بيقول له منحه ماديه. كل المشاكل دي تخش في القناه ودور في القناه هتلاقي يعني فيديوهات القناه مش كتيره، هتلاقي حل المشاكل دي، هتلاقي فيديوهات عاملها مخصوص لحل المشاكل دي. وبس كده يا اخوات، دي كان فيديو النهارده. متنساش لايك شير الفيديو اشتراك في قناه وفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي بصحه وسلامه. سلام.